أسمعت يوما في نشرة أنه بعد زلزال مال الهرم؟ أسمعت بعد كل ملمة أن شعب مصر وإن اهتز انقسم؟ هذه البلاد التي قالوا عنها دائما وتد العرب لا تنتسب إلى أحد، بل من أرضها بدأ النسب. هي أكبر من أي حضن يحتويها، هي أم الدنيا بكل ما فيها. من عمر هذه الدنيا وأرضها عامرة، فلا تقلق، هنا القاهرة. تذكر أن مصر يوما ما انسفح وقارها، وكم أتاها الغدر من يمينها ويسارها، وكم حاولوا أن يهدموا يائسين مهد هذا البلد، وسخروا كل حاقد واستعانوا عليه بالنفاثات في العقد، فرتل في مصر كل والد وما ولد، ومن شر حاسد إذا حسد. ودائما ما تنتصر وتتلو هذه الشعوب الثائرة بيان رقم 1: لا تقلقوا، هنا القاهرة. مصر التي كانت نخلة عند العواصف، مصر التي أرادوها خائفة فكانت ملاذاً لكل خائف، مصر التي ديدنها أن تكون كتفاً لكل شقيق وجار، تبني بحنكة سياستها فلا تغضب، ومهما جرها خصم إلى دائرة الوحل لا تذهب. مصر التي تعرف في السياسة كيف تكون كل الجد مع خصمها حين يظنها تلعب، مصر التي تحسب كل خطوة فلا تقامر، مصر التي تتأنى فتسعى بكل خير لأشقائها وتبادر، فتسمع حين تشتد الأزمات وتضيق الدائرة. أنجدونا يا أبناء النيل بمبادرة، فيجيء الرد بحزم وعزم. لا تقلقوا، هنا القاهرة. تأمل، ستجد أن مصر منذ عهد جدودها لآلاف من السنين ما تغيرت حدودها، فيها يذكر النيل وتذكر مصر بنيلها. أتظن أن واهماً يفكر بامتلاكه ناصية القرار حتى يبيع؟ أتظن أن مصرياً رضع كرامة سيسكت عن حق إذا ما رأى حقه هذا يضيع؟ مصر يا هذا هي التي علمت الجميع أن اليد التي تعتدي على الكنانة تقطع، وأن راية النصر ما نكست أبداً لترفع. هذه الشعوب من فكت أن تكون يوماً ثائرة، فتذكروا كل ما ضاقت حلقاتها. لا تقلقوا، هنا القاهرة. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا.